إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدء أترحم على شهداء الزلزال، وأعزيكم وأعزي نفسي وأعزي كل المغاربة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا قدر الله ولا مفر من قدره. كان متوقع باش تكون اليوم واحد المظاهرة هنايا في ساحة تروكاديرو، في البلاصة اللي كتشوفوا أمامكم، للتنديد بالجرائم اللي قام بها العسكر الجزائري. لكن على ما يبدو الناس ما جاوش، ربما من شدة الألم ولا من الصدمة ديال الزلزال ولا احترموا الحداد. جاو ناس قلال ولكن ما كاينينش في الساحة هنايا، كاينين هنايا في الجنب ديال الحيط هايا مورا هاد الكيران هذا. المهم الزلزال والموتى الى اخره هادشي ديال ربي، ولكن هادشي ما ينسيناش الجريمة اللي قام بها العسكر الجزائري. لهذا أنا جئت اليوم باش نوقف مع اللي كانوا منظمين يعني هاد الوقفة هذه. دونك ما جاوش، الله اعلم، ما عرفت شنو وقع، واش لغاوها ولا ما نعرف. المهم الناس اللي جاو هما اللي كيغوتوا كتسمعوهم، انا غادي نوريهم لكم. هم هنايا جاو ناس قلال، وأنا أعلم أن عيون دائرة موجودة بيننا، كنقولها وأنا كنبتسم. علاش كنبتسم؟ عيوننا في كل مكان، حتى في جيوبكم. هذا 4 سنين ونحن نراضي على الرقي بكم. ما بغيتوش ترقاو داكشي شغالكم، ولكن هذا المطلب ديال هذا الاخ نعد بانه رفع الى اعلى الهيئات الدوليه، ومنها محكمه العدل الدوليه. هذا معنا اونلاين في العلم ديالو. محكمه العدل الدوليه قيسي بوجمعه اونلاين. ها هو سي بوجمعه، ها هو ودعمنا راح دخلوا لفرنسا ولا باقي في المغرب؟ باقي في المغرب. محكمة العدل الدولية هما قالوا غادي يدخلوا المحكمة الدولية البحار الدولية، لأن كاين محكمة تخصص في تسيير قوانين البحار. ولكن غريب من يظن بأننا سنرفع الدعوة على من؟ الدولة الجزائرية. لا، الدعوة سترفع على أشخاص، على المسؤولين عن العسكرية الجزائرية، على المسؤول عن المارينز الجزائرية، والمسؤول على
على النظام العسكري. علاش؟ تو سامبلومون كنا كنستناو باش يخرجوا بلاغ، وخرجوا بلاغ اللي كيتثبت بانه القرار ما كانش على مستوى قاعدي، كان على مستوى مركزي. كنعطيونا فرصه باننا نطالبوا بدماء اخوان. ما يمكن ان يقال اليوم كذلك، باننا سنسير على خطى ثابته من اجل وحده شمال افريقيا وافريقيا. اللي بغى واللي ما بغاش ما بغاش. لان الهدف هو دفع المغرب الى حرب، والمغرب لا يدخل في حروب لانه حروبه تكتيكيه بشكل اخر وبطريقه دابا إلا كانت هنالك محاولات انقلابيه في النيجر ومحاولات انقلابيه في دول افريقيا، هذه المحاولات تجاوزها النظام المغربي في 72 و 73 لما كانت الدوله الجزائريه مازال عاد شابه صغيره. والله يكمل والله يبارك. اذا اليوم الاخوان مع كل احترامي لكل الضمائر الحيه والذوات الحيه حتى داخل الجزائر، لانه الان كاين ربما امهات اللي بكات على ريان واللي كتبكي على ضحايا الاستهزاء، لانه الانسانيه كاينه حتى عند ولادكم ماشي على قدر المساواه. تولدي 5 ديال الوليدات، واحد انساني بزاف، واحد شويه، وواحد ما يبغيش خوت. فما تقارنوش وتقولوا ان الشعب الجزائري كل واحد، والا ستسقطون في فخ قد يضركم. اذا هنا ندائي لكم ايها المغاربه، اعداؤكم للجزائريين خطير عليكم وخطأ منكم وغير مقبول في عقيدتكم ولا في سنة دولتكم. أعداؤكم للجزائريين لا يتماشى مع توجيهات ملكيتكم السامية ويتضارب معها ويختلف معها. بقاو رزان كما عرفناكم، وبقاو تقال لأن تقولكم عنده 12 قرن، وبقاو دائما في بلاصتكم لأن داركم هي ديك الدار الكبيرة. وانا نذكركم ونقول لكم قبل استقلال الجزائر في 61 خرجوا الكازاويين عن بكرة أبيهم وأغلقوا السفارة الفرنسية في الدار البيضاء. الكازاويين الدار البيضاء خرجت عن بكرة أبيها في 61 وسدات السفارة ديال الجزائر ديال فرنسا في الدار البيضاء. علاش سداتها؟ إلى هاد الإخوة اللي كيسيروا هذا النظام ما عارفينش باننا دافعنا معهم على الارض ديالهم، وما نكروش ان كان بينهم شرفاء ماتوا بارضنا وما يزالون احياء بيننا، لاننا حنا ما كنكروش الجميل ولو يكون غير قد هكا دايرين حنا المغاربه. فرقوا ما بين الخطاب العاطفي والخطاب المؤسس العقلاني. هاد الزوج ديال الوليدات الله يرحمهم ويوسع عليهم، هاد الزوج ديال الوليدات ماتوا مغدورين برصاص الغدر الجزائري. امين. هاد الزوج ديال الوليدات ما ماتوش في الحقيقه، لانه الذي مات هو النظام الجزائري الذي قتل نفسه ويبحث عن رصاصه حياه الله. ونقدروا حنا اننا مهددين. واش في اخباركم بانه رئيس لجنه الخارجيه الجزائريه في البرلمان الجزائري كان ويجمع المغاربه ويديهم الجزائر ويعطيهم فلوس الجزائريين ويقول لهم ضربوا في بلادكم؟ هذا رئيس الخارجيه سميتو محمد هاني. لما كشفنا اللعبه ديالو طلع معانا. تخيلوا برلماني ورئيس الخارجيه طالع في التيك توك في اللايف باش يدافع على راسو. واش كاين دناءه من هذا القبيل؟ لا والله ما تكون. والان انا عبد ربيه رافع دعوه قضائيه على محمد هاني رئيس لجنه الخارجيه في البرلمان الجزائري. جاتنا تهديدات كثيره كما كاين تهديدات العيون في اي مكان. على العموم حنا عندنا زيد من 20 سنه وحنا كنناضلوا مع شعوب العالم. الا ما قتلوناش الكابونيين وسلكنا منها لله ما اعطى وله ما اخذ. الا ما قتلوناش التشاديين ملي انقلبوا على ديبي ووقفنا مع التشاديين لله ما اعطى وما اخذ. الا ما تقتلناش في معركتنا على اللبنانيين لما كنا كنقولوا بان فرنسا كدير الذهب ديالهم
لله ما أعطى وأخذ. لكن إذا متنا على يد الجزائريين فهذا المعهود فيهم والغدر في عيونهم، ودماؤنا ليست زكية ولا طاهرة. غير واحد القضية تري امبورطون، واحد القضية تري امبورطون بأنه الإخوان نحن نتعامل مع نظام هجين، والمعاملة ديالو خصها تكون تكنيك. إذا نجدد بأنه واحد زوج اللي هما بلال القيسي والأخ اللي مازال مشدود في الأراضي الجزائرية عندهم جنسية مزدوجة فرنسية مغربية، وحنا كنا في وقفة أمام الخارجية الفرنسية قبل يومين ورفعنا ملتمس لاسومبلي ناسيونال ici en France هو مينيستير دي زافير étrangères، وكنستناو. ونحن نعلم بأن بعض الأنظمة ما هي إلا كراكيس لدولة عاتية اسمها فرنسا، نقف على أرضها، نتعايش مع شعبها ونعيش مع شعبها لا محالة في ذلك. ولكن عدم تدخل للإفراج على جثة شهيدنا ولإطلاق سراح معتقلنا الأراضي الجزائرية هي جريمة مشتركة بين كل الأنظمة التي تدعم مثله نظام سفاح. وهذا ماشي كلامي، والله العلي العظيم ما كلامي. إنك على حق، إنك على حق. هذا كلام الحراك الشعبي الجزائري، هذا كلام الحراك الشعبي الجزائري اللي قال مدنية ماشي عسكرية وقال مخابرات إرهابية. هذا كلام الحراك الشعبي الجزائري اللي قال بأن الصوت ولا بوجه تكون كانوا 14%. Si vous cherchez le Maroc, c'est par là. هنا سأقف وأقول لكم وأنا أرى عيون الحقيدين في مثلها أماكن أتساءل كيف يمكن لقاتل المقتول أن يأتي لعزائه. سبحان الله ذي خالق. حياكم الله وبياكم الوطن المليك. عاش الملك، عاش الملك. Vive le roi, vive le roi. إذن كما شاهدتم وكما سمعتم كلمة علقها أخ مغربي، لست أدري من هو، ما كنعرفوش. المهم كانت هذه هي الوقفة الاحتجاجية. ولو على قلة الناس اللي شاركوا فيها، فإنها كانت يعني ذات رمزية، وتؤكد بأننا لا ننسى غدر العسكر الجزائري
وإلى هنا إخواني أخواتي أتوقف وأتمنى لكم أمسية سعيدة. السلام عليكم، إلى اللقاء.